النهارده قبائل سيناء بتحذر من اجتياح رفح وخطورة اجتياح رفح. طيب احنا طالعين نتكلم ونقول كده ليه؟ بنتكلم على الهجوم الشديد الفترة اللي فاتت والأيام اللي فاتت على قبائل سيناء وعلى إبراهيم العرجاني، الشيخ إبراهيم العرجاني الوطني المصري، وقبائل سيناء المصريين الشرفاء اللي محافظين على أرضنا ومحافظين على أرض سيناء، وسيناء بالنسبة لهم جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ بالنسبة لقبائل سيناء اللي محافظين على تراب سيناء. أهالينا إخواتنا هم من قبائل سيناء، ما هم مصريين قاعدين في سيناء زي محافظة سيناء. الشيخ إبراهيم العرجاني لا يقل وطنية عن أي وطني مصري. الشيخ إبراهيم العرجاني من الناس اللي وقفت مع الجيش في حرب الإرهاب السنين اللي فاتت. الشيخ إبراهيم العرجاني وعمار سيناء هم مش عايزين يعمروا سيناء، ما تنسوش اللي هم كانوا عايزين يعملوا سيناء ولاية ليهم. فلما تيجي نتكلم ونقول احنا هنعمر سيناء او قبائل سيناء، والشيخ ابراهيم العرجاني رئيس قبائل سيناء يطلع ويقولوا احنا هنعمر سيناء، طبعا لازم ينزل هجوم عليهم ولازم يشككوا في اي حد عايز يعمر البلد وما يمشيش تبع دماغهم وما يمشيش تبع اجندتهم. لازم يشككوا فيه زي ما بيشككوكوا دلوقتي في قبائل سيناء وفي الشيخ ابراهيم العرجاني. والقنوات المعارضه منزله فيديوهات وعماله تتكلم وتقول حاجات. ده انسان وطني. سيناء وقبائل سيناء عايزين يعمروا ارض سيناء اللي بقالها الاف السنين من ساعه ما اتخلقت الارض، وهي سيناء ما اتعمرتش. النهارده ربنا كاتب، رب العالمين كاتب لارض سيناء اللي هي تتعمر من ابنائها، من ابناء سيناء اللي عايشين فيها، اللي عايشين بحلوها ومرها. ياما اهل سيناء اول ناس في الحروب هم اللي كانوا واقفين، هم دول اهل سيناء، هم دول اهل الارض المقدسه اللي رب العالمين محافظ عليها. عايزين يعمروها. انتوا ليه معترضين؟ انتوا ليه بتتكلموا؟ يعني انتوا ليه بتطلعوا اشاعات وبتروجوا اشاعات؟ لما كان الارهابيين مقيمين في سيناء انتوا ليه ما طلعتوش وقلتوا الارهابيين كانوا عايشين في سيناء وعايزين ياخدوا سيناء؟ النهارده لما سيناء عايزه تتعمر وقبائل سيناء بيعمروها واهل سيناء والشيوخ سيناء عايزين يعمروا سيناء وتبقى بلد جميله وتبقى محافظه جميله، مع ان طبيعه سيناء غير طبيعه سيناء، صعبه جدا جدا. واللي راح سيناء يعرف اللي طبيعه مناخ سيناء صعب جدا جدا جدا، صعب اي حد يتعامل فيه. اهل سيناء قاعدين ومحافظين عليها. اهل سيناء المصريين الشرفاء. هم مين اهل سيناء؟ مصريين، المصريين اللي رب العالمين مسخرهم ان هم يقعدوا في الارض دي ويحافظوا على الارض دي. رب العالمين هو اللي مديهم القوه والاحياء اللي هم يقعدوا فيها ويدافعوا عنها مع الجيش طبعا. ودي ارضنا وارض المصريين كلهم، بس هم فوق دماغنا، هم قبائل سيناء فوق دماغنا. هيعمروا سيناء المصريين، هيعمروا سيناء تبقى مدينه كامله متكامله فيها كل الخدمات، مدينه متعمره بدل ما صحراء جرداء اي حد كان طمعان فيها يعملها ولايه لنفسه او ولايه تبقى ولايه ارهابيه. النهارده سيناء للسيناويه وللمصريين عايزه تتعمر وبتتعمر وهتتعمر باهل سيناء والمصريين وبقواتنا المسلحه. سيناء للمصريين كلها، بس مين اللي هيعمرها؟ اهلها. مين اللي هيعمر اهل مطروح؟ اهلها. قبائل مطروح مين اللي هيعمر؟ احنا المصريين، بس كل واحد ليه كبير، وهم كبار سيناء قبائل سيناء. الشيخ ابراهيم العرجاني ابنهم ابنهم هو كبيرهم، هم اللي اختاروا له، هم كبيرهم 47 من قبائل سيناء اختاروا ابنهم ابراهيم العرجاني هو اللي يكون
كبيرهم. هو يعني هم اللي مختارين ومحدش جبرهم اللي هم يختاروه. ليه احنا دايما بنطلع نشكك، نطلع دايما نتكلم، نطلع دايما مش عايزين، احنا هنعمل وما نعمل، وانت قاعد في بيتك ماسك التليفون ولا تفقه شيئا في شيء، او قاعد في بلد تانية بتتكلم على وطنك ولا تفقه شيئا في شيء. ما بتنزلش تلف في الشوارع، ما بتنزلش تلف في المدن تعرف ايه المدينة ديت محتاجة ايه، المدينة دي مين بيعمرها، المدينة دي فيها ايه، ما تعرفش. انت اخرك فاتح تليفونك وعمال تهاجم بلدك وتهاجم جيشك وتهاجم شعب بلدك. وتحيا مصر، وتحيا قبائل سينا، وتحيا الشيخ ابراهيم العرجاني كبير قبائل سينا اللي هو هيعمر سينا، وتحيا مصر، وتحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي، تحيا مصر.